السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير كامل على خير. اليوم جيتكم بثلاث صلصات اللي تقدروا ترفقوهم مع المشاوي ويجيو بزاف بنات. هنا في اناء ضيق راح نحطوا حبه بيض درجه حراره المطبخ وكاس زيت. حجم الكاس اللي استعملته 220 مليلتر، ملعقه صغيره لا موطارد وزوج فصوص ثوم والملح وفلفل اسود وملعقه كبيره خل، وراح نميكسيو كامل هذو مع بعض حتى تحصلوا على الصلصه تكون ثقيله. وهنا كي تكونوا تطلعوا فيها ما تحركوش هذاك الميكسور حتى تبدا تطلع. وهنا راح نقسمها على زوج، الاولى راح نديرها صوص الجيري والثانيه ثوميه. وهنا في الصوص الجيري راح نزيد لها ملعقه صغيره طماطم مصبره وملعقه صغيره هريسه وفلفل احمر وربع حبه بصل تكون مقطعه، وراح نخلطوها حتى نتحصلوا على هذا اللون. والصلصه الثانيه تاع الثوميه راح نزيدوا لها 3 فصوص ثوم والمعدنوس يكون مقطع. والصلصه تاع الثوميه كما تعرفوها لازم تكون فيها ريحه الثوم. ونزيدوا نحطوها في صحن التقديم. وهنا راح نحضروا صلصة الجبن الثالث. هنا عندي 3 حبات فرماج أي نوعية تقدروا تستعملوها، وبطا ياغورت ماتور، ونصف كاس زيت، وملعقة كبيرة خل، وفلفل أسود والملح. وراح نميكسيهم كامل مع بعض بهذه الطريقة حتى تطلع لنا. وهنا راح نجيب حبة خيار ولا نصف حبة، راح نقشروها، نزيد نربيها ونصفيوها من هذاك الماء اللي راح تطلقوه، ما ديروهاش هكذاك بالماء تاعها. وراح نحطوها في هذيك الصلصه ونزيدو نميكسيوها. وان شاء الله يعجبوكم هذو الصلصات وترافقوهم مع المشاوي وتقدروا ترافقوهم مع لي ساندويتش. وهنا حبيت نشارك معكم كيفاش خدمنا الشوا. هنا قطعنا هذيك الكبده اللي بقات لنا البارح، قطعناها يعني يكونوا مرصوات صغار. وهنا راح نديروهم في هذاك المطارق تاع الشوا. راح نديرو زوج كبده وواحده شحمه وزوج كبده هكذا باه يجيو لنا صغار وينحيو لنا كونتيتي كبيرة كما راكم تشوفوا. وراح نكملهم كامل بنفس الطريقة. هذو اللي خدمناهم كامل مام اللحم بنفس الطريقة راح نخدموهم بنفس الطريقة. ما تعمروش المطارق تاعكم بزاف هكذا باه يطيب لكم كامل وما يخرجوا لكمش يابسين. وهنا شعلنا هذيك الشوايه ودرناهم فوق الشوايه ونقلبوهم حتى يطيب. وهذه هي النتيجه. وان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنسوش تجربوا هذوك الصلصات ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.